لو قلت لك إن في رمز بمجرد ما تكتبه هيدخلك على الدارك ويب من غير بقى تعقيد ولا برامج مشفرة ولا كل الكلام ده، هتصدق؟ رمز بمجرد ما تكتبه هتلاقي نفسك دخلت العالم سوداوي ومرعب، عالم بيبين لك الجانب الشيطاني من البشر واللي هم ممكن يعملوه لمجرد إرضاء غرايزهم، عالم كل حاجة فيه مباحة. فيا ترى إيه سر الرمز ده وإيه سر ارتباطه بالدارك ويب؟ وفي آخر الحلقة هعرض لك شوية من الفيديوهات دي، فحاول إنك تستحملها وتكمل. الفترة الأخيرة انتشر هاشتاج بيحمل الرمز 9000، ومع بداية انتشاره ارتبط في كل محركات البحث زي جوجل ويوتيوب وفيسبوك وتيك توك بفيديوهات مرعبة وسوداوية جدا. فلو جربت انك تروح وتكتب الرمز ده هتلاقي مجموعة من الفيديوهات الغريبة والمرعبة بتظهر لك، واغلب الفيديوهات دي انت مش هتفهمها ولا هتفهم معناها غير انك هتحس بالاكتئاب وفي بعض الاحيان بالرعب بمجرد ما تشوفها. وده لان الفيديوهات دي مصممة بطريقة ان هي تلعب على العامل النفسي للشخص اللي بيشوفها وبيتفرج عليها. بس خلينا نقف ثانية هنا كده ونسأل سؤال، ايه هي طبيعة الفيديوهات دي؟ يعني مين اللي مصممهم وليه عملهم بطريقة تلعب على العامل النفسي بالشكل ده؟ وهل هي بقى اصلا فيديوهات حقيقية ولا مجرد ايديت معمول للفيديوهات دي؟ وليه سر الرقم اللي اتربطت بيه الفيديوهات دي؟ خليني اقول لك ان الهدف من الفيديوهات دي ان هي تدخلك في حالة كده من الخوف والاكتئاب. مجرد ما تشوفهم وتبدأ واحدة واحدة تسحبك للعالم بتاعها، كل اللي هتبقى حاسس بيه انك دخلت عالم ما كانش ينفع تدخله. وبسبب الفضول البشري اللي عندنا كلنا بتبدأ التساؤلات، وفيديو يجر التاني والتالي يجر التالت والتالت يجر الرابع وهكذا. وهو ده بالظبط هدفهم، لحد ما تلاقي نفسك قدرت بطريقة ما انك تدخل للمصدر اللي جاية منه الفيديوهات دي، وهو الدارك ويب. ووقتها صدقني هيكون خروجك منه صعب جدا. طب ليه ممكن حد اصلا يبدأ يسرب فيديوهات زي دي ويرفعها على النت العادي بتاعه؟ الفضول يا صديقي دايما بيكون السبب في هلاك اغلب الناس، لانك مش هتكتفي انك تشوف فيديو او اتنين، بالعكس انت هتبدأ تدور على مصادر الفيديوهات دي. المشكلة انها مش مجرد فيديوهات فيها موسيقى كئيبة او فيها شخصيات اشكالهم مرعبة، اغلب الفيديوهات دي بتكون بتحتوي بالفعل على رموز شيطانية او طلاسم او رموز لمؤسسات كبيرة زي الماسونية. وللاسف لان اغلب الناس مش فاهمة الهدف ورا الفيديوهات دي، فبعد 6 سنين من نشر اول فيديو بيحمل الرمز 9000 الناس بدأت تاخد الفيديو ده وتنشره بشكل واسع جدا على كل منصات التواصل باستخدام نفس الرقم او نفس الهاشتاج اللي هو 9000. وكان هدفهم طبعا ان هم يلموا مشاهدات باللي هم بيعملوه ده، بس هم ما كانوش يعرفوا ان هم فتحوا الطريق ان الرمز ده يتشهر ويبقى مادة خام لكل مجرمين الدارك ويب ان هم يسربوا الفيديوهات بتاعتهم عليه ويظهر لاكبر عدد من الناس. وبالفعل بداوا يعملوا كده وينشروا كل افكارهم ورموزهم الشيطانيه في محاوله منهم لجذب اكبر عدد من الناس للعالم بتاعهم. انت عارف الموضوع ده شبه ايه؟ شبه اللعب اللي ظهرت من فتره زي لعبه مريم والحوت الازرق. لعب كان هدفها الاساسي هو تدمير نفسيه الشخص اللي بيلعبها، والمرعب بقى ان اكتر من شخص قرر بالفعل ان هو هيدور ورا الرمز ده، بس صادفوا فيديوهات بتظهر لهم لمرة واحدة بس، بيحاولوا بعدها يدوروا عليها تاني بس بتبقى اختفت، ما بتظهر لهمش تاني. فواحد من الناس دي واللي كان اسمه اسكوت ستيفن بيقول انه فضل يومين كاملين ما بيعملش اي حاجة غير ان هو بيدور ورا الرمز ده وبيشوف كل الفيديوهات اللي بتتنشر تحت اسمه. وده لحد ما في يوم صحى من النوم على رسالة موجودة في الايميل بتاعه من شخص موجود، والرسالة دي كان محتواها هو عبارة عن لينك. ولما فتح اللينك ده اكتشف انه ملف تحميل للعبة، وهنا جازف اسكوت بانه ممكن يكون هاكر وبالفعل حمل اللعبة دي. ولما فتحها اجواء اللعبة كانت غريبة كده وسوداوية، ده حتى اسمها نفسه كان مرعب، ساد ساتن او الشيطان الحزين. فبدأ اسكوت يلعب اللعبة دي وهي شبيهة شوية للمتاهة، بيفضل يتمشى في اللعبة بس، واثناء ما هو بيتمشى كل تقريبا 3 دقايق او دقيقتين بتبدأ تظهر له صور مرعبة جدا لجرائم حصلت بالفعل في التاريخ، صور بشعة جدا وموثقة لصور الجثث متقطعة واطرافها مفصولة، وما بين بقى كل صورة والتانية صوت وحش جدا شغال طول اللعبة وصريخ ما بينتهيش.
كل الهدف منه ان هي تقضي تماما على نفسيه الشخص اللي بيلعب. بس اسكوت كمل اللعبه وقدر بالفعل ان هو يختمها. بس المرعب بقى انه بمجرد ما خلصها ملف اللعبه اتحذف من على جهاز الكمبيوتر بتاعه تماما، وحاول بكل الطرق ان هو يرجعها لكن فشل. ده حتى اللينك اللي كان مبعوت له من شخص غريب هو كمان اتمسح. حاول وقتها ان هو يبحث عن اللعبه دي في كل حته ولكن بدون اي فايده، ما لقاش اي حاجه ولا اي مكان بيقول ان اصلا في لعبه اسمها ساد ساتن. وكل اللي قدر اسكوت يعمله وقتها ان هو يحتفظ بالفيديوهات اللي هو صورها لنفسه وهو بيلعب اللعبه دي. ولحد دلوقتي محدش فاهم هي ايه هدف اللعبه ولا اصلا ازاي وصلت لاسكوت. هل اللعبه دي بتختار الشخص اللي يلعبها لهدف معين هم عاوزين يوصلوا له؟ صدقني الوضع خطير اكتر مما تتخيل. الموضوع مش مجرد فيديوهات لناس شكلها وحش او فيديوهات فيها حاجات مرعبه اطلاقا. الموضوع اكبر من كده وهدفه اخبث من كده بكتير. خلينا بقى دلوقتي نشوف شويه من الفيديوهات اللي بتندرج تحت الرمز 9 تلاتات وحاول انك تركز فيها وتكملها للاخر. الفيديو الاول ومدته تقريبا 15 ثانيه ومجهول المصدر تماما، مش معروف مين اللي رفعه. فيديو غريب ومقزز لشخص وشه متشوه او تقريبا لابس حاجه زي ماسك بياكل حاجه بشراهه كبيره جدا بتشبه شويه اللحم، علشان نكتشف في الاخر الصدمه. الشخص ده كان بياكل لحمة الضحايا وبعدها بيعلق اساميهم. الفيديو ممكن يبقى حقيقي وممكن لا، بس هي دي نوعية الفيديوهات اللي بتندرج تحت الرمز ده لو بدأت انك تبحث وراه. والفيديو ده بقى هو شبيه للفيديو اللي جاي، بس الفيديو اللي هعرضه لك دلوقتي هو حقيقي بنسبة 100%. وانا بنفسي دورت ورا الفيديو ده كتير جدا، وانت بنفسك ممكن تكون شفته اكتر من مرة لو كنت متابعني زمان. فيديو لشخص قاعد بياكل حاجة وبيعيط جامد جدا، وبيظهر وراه في الكادر شخصية غريبة لابسة شكل غريب وقاعدة بتواسيه. عارف قصة الفيديو ده ايه؟ الفيديو ده اتسرب من الدارك ويب بتاريخ 15/8/2013. الشخص اللي قاعد بياكل وبيعيط ده هو في الحقيقة بيعيط بسبب الأكل اللي بياكله، لأن الشخصين اللي ظهروا وراه في الفيديو وانت شفتهم خطفوه هو ومراته وبنته وقتلوهم هما الاتنين وطبخوهم واجبروا الشخص ده ان هو ياكل اللحم بتاعهم والا هيقتلوه. وصدقني ده جزء بسيط جدا من عالم الدارك ويب. شفت الموضوع خطير لانهي درجه؟ والفيديو اللي جاي حصل لي انا شخصيا مشاكل بسببه. فبعد ما اتفرجت على الفيديو ده وركزت فيه زي ما الشخص اللي كان منزل الفيديو بيقول، بدات اصدع جامد جدا وعيني زغللت وبدات فجاه احس ان في وجع في بطني. تقريبا كان هو ده الهدف من الشخص اللي رفع الفيديو، بدليل انه كان كاتب ركزوا في الفيديو كويس. هو كان عارف انك لما تركز في الفيديو هيحصل لك صداع ووجع في العين ووجع في البطن. فشوف الفيديو كده وركز فيه لحد الاخر وقول لي حصل لك زي ما حصل لي ولا الموضوع كان مجرد صدفه.
خليني بقى اقول لك اني عرضت لك الجزء الصغير ده من الفيديوهات عشان اهدي فضولك شويه، لاني متاكد انك بعد الحلقه دي هتروح جري تدور على الرمز ده. فبلاش تجري وتدور وتخش في دوامه، صدقني انت في غنى عنها، فبلاش تدور. ها، ولو وصلت معايا لحد هنا فاكتب لي في الكومنتات تحت انك قدرت فعلا تكمل الحلقه للاخر، وما تنساش تشترك في القناه عشان ما يفوتكش كل الرعب اللي جاي. واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. انا عمر عصام واشوفكم الحلقه الجايه.